السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحه والسلامه وطول العمر باش ما تمنيتو. وتحياتي الناس اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا والف مرحبا، والقدام مرحبا بكم. وكلكم مرحبا بكم. الله يجازيكم بخير والله يجعل لكم في ميزان حسناتكم. و واش غادي نقول لكم؟ غادي ندخل الموضوع بعدا ديال الاخ ولدي ايوب المرضي اللي وقف مع ميمته. وهاد الايامات كلها ما كانش تينعس داك الولد، وما كانش يقدر يفكر، ومثل اللايفات ما بقاش تيديرهم. ايوب الام ديالو اللي كانت مريضه وكانت تخلع على يكون فيها السرطان. والحمد لله والشكر لله، غادي نقول لك ولدي انت مرضي ومهدي من عند الله سبحانه وتعالى. وحتى الكلام ديالك ما تتجرح حتى شي واحد، ما تتعاير حتى شي واحد. وهكا كيكونوا ولاد الاصول. والله سبحانه وتعالى شاف فيك وما لقاش بعدا، ما لقيتيش داك المرض اللي كنتي خايف يكون في الام ديالك، ما لقيتيش غادي يكون. والله سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله. الله راه كبير، الله راه كبير، والله راه تيشافي كل مريض. وهاد الناس اللي مرضى بالسرطان يا ربي تشافيهم يا رب العالمين، يا ربي يا ربي تخليهم لوليداتهم، ويا ربي يجعل سيدي ربي يشافيهم كاملين هاد الناس اللي مرض بالسرطان يا ربي. يا ربي لان مرض السرطان صعيب 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 بزاف. وتنتمنى الشفاء اي مسلم. والحمد لله ولدي، الحمد لله اللي لقيتي ميمتك بعدا ما لقيتيش في هذاك المرض. ديك المره راه ساهله، راه غير تيديروا تيفتحوا تيديروا دابا، راه ولا داك الليزر ولا كلشي ساهل. الله يوقفها بالسلامه والله تشوفها ان شاء الله حاجه وفرحان بها، لانك انت تستاهل كل الخير. وعزيز علينا دائما تنتبعوك، ودائما حنا معاك، ودائما تنوقفوا معاك، ودائما في جنبك. لانك انت انسان خلوق، ما تتجرحش بشي كلمه اللي هي خايبه. يسمعها حتى المتابعين. الكلام ديالك كله على صواب. الله يجعل صدر ربي يسهل عليك، والله يحفظك انت وميمتك يا رب العالمين. والموضوع الثاني اللي غادي نهضر عليه على السيده يطو. السيده يطو واش حتى هي ماشي عندها اطفال؟ واش تا هي ما عندهاش داك الولد اللي جلستو تتنزلوا عليه؟ دابا عاد نايضين تتقولوا كلنا الاطفال. راه تا هو خص هذاك الجمعاوي ما بقاش يجبد الاطفال، وما بقاش يمشي ينوض هاد الحرب اللي نوضها ما بين القنوات، ولا كل واحد شي، ولا قاسمنا انا هاد الجمعاوي، ولا شي معاه هنا وشي معاه هنا. حنايا تنشوفوا هاد السيدة هادي الظلمات، لأن ما كناش متفقين معاها في الأول على داك الكلام. وتا دابا تنقولوا لها الله يجعل صدر ربي يسامح ليك دنيا وأخيرا، حيدي داك الهضرة. لأن حنايا دابا تيتبعوك هاد الناس اللي دابا وليتي معاهم، راه كلهم ما تيبغيوش هذيك الهضرة الخايبة. كلهم هاد الناس كلهم ما تيبغيوش هاد الهضرة الخايبة. ولكن انا غادي نقول للجمعه راه حتى هي عندها طفل، حتى هي عندها ولد، حتى هي عندها ولد. ما خليتي فيه بوديفيل ولا اش تيقولوا ليه، ما خليتي فيه اللي نسيتي. واش هذاك الطفل ماشي طفل؟ راه لا جبداتك، راه انت ما خليتي، ما قلتي فيها، ما خليتي، راه تتقول لك بعد مني، بعد مني، وراه ما غتجبدكش. بعد مني وانت تتحقر، انت حقار. واش غادي نقول لك؟ حنا راه فعلا ما تنبغوش الاطفال يتجبدوا، ولو يكونوا ولادك ما تنبغيوهمش يتجبدوا الاطفال، لان الاطفال خط احمر. ما تنبغيوش شي حد اللي يجبد الاطفال. ولكن انت راه ما خليتي جبدتي بزاف ديال الاطفال، حتى من هذاك اللي كان دابا مضاد معاك ولا معاك، منين عايرتي ليه المراه ديالو وقلتي ليها سيري ديري لا ديين، هذاك ماشي طفل. واخا ديك السيده ولات معاك، المهم قلتي الهضره، تتقول الهضره الخايبه، تتقول الهضره اللي تتجرح بنادم. ما تتخلي، ما تتقول انت راه حتى السلطات قلتي كون غير عطاوني انايا
السلطات يعطوني الملف ديال المرحومة سعاد، وتشوفوني كي غادي نخدم فيه. على انت عارف عندنا السلطات ما خدامينش؟ راه كلشي خدام، راه كلشي خدام. راه عندنا السلطات ديالنا ولا الفرقة الوطنية راه من احسن الفرق كاينة في العالم. وعاد انت تجي تقول كون يعطاني انا نخدم في هذاك الملف ديال سعاد الله يرحمها. واش نتايا بغيتي تضرب في الاطفال؟ بغيتي تضرب في السلطات؟ بغيتي تضرب في كل شيء؟ واش انت ما لقيتيش اللي غادي يحدك على هذا الشيء؟ حنايا راه تنتمناو فعلا، راه تنتمناو السلطات يتدخلوا لهذا السيد، لان راه تيضرب في كل شيء، تيضرب في كل شيء، تيضرب في السلطات، تيضرب في الناس اللي داير واللي ما دايرش، تيضرب حتى في الاطفال. حنا بغينا السلطات توقف وتشوف هذا السيد وتحبس علينا هذه المهزله، لان هذا السيد ما عندوش علاش يحشم، ما عندوش علاش يحشم، تيجبد كل شيء بحال ما عرف شكون هو في الدنيا. حنا بغينا السلطات نيت توقف علينا هذا السيد هذا. شنو باغي عندنا؟ نهار اللي كانت الناس كل شيء فرحانه والناس خارجه فرحانه بالمنتخب المغربي، يا ربي تنصر الاسلام ويا ربي يربحوا غير نفرحوا غير شي مسلم، شي دوله ديال المسلمين اللي دي الكاس، هذيك راه فرحانين بها. ماشي بغينا غير حنايا اللي نديو الكاس ولا فرحانين، راه بغينا دوله اسلاميه اللي دي الكاس حتى حنا نفرحوا كمسلمين. اما انت يا راك انت داير اللايف وجالس تعطي لهذا وهذا، وحنا راه كلشي تيتفرج في الكوره، وحتى جاتني الخبر بلك راه داير اللايف وجالس تشرشر في عباد الله. تا سالا الماتش عاد خارج تدير فهذا. حنا راه كنا متبعين الكره، وانت يا همك غير الضرب في القضاء والضرب في الدوله ديالنا. وحنا الدوله ديالنا راه بلاد الحق والقانون، وكنا سواسية قدام القانون. حنا راه ما تنخافوش منك نتايا باش تبدا تهدد وباش تبدا تقول الكلام اللي جرح بنادم. حنا راه ما تنخافوش منك، انت تخرج وحنا نخرجوا، حنا انت تخرج وحنا نخرجوا. لا كانت غير موته وحده كاينه في الدنيا، الا كان غادي يجي غير الحبس على يديك انت اللي تنهضروا على الحق، غير يجي هذا الحبس. ما حنا ما عندنا غرض غير يجي هذا الحبس. المهم تناضلوا على بلادنا وتناضلوا على ولاد بلادنا وعلى الاطفال بلادنا، باش انت تبدا تخرج وتضرب في الاطفال وتضرب فينا كاملين. حنايا هادشي حنا ما تنبغيوش في بلادنا، ما بغيناش هادشي يبقى في بلادنا. ما بغيناش هاد السب وهاد هادوك الاتباع ديالك اللي تينوضوا تيسبوا في هاد المرأة على هاد المرأة ماشي مغربية، راه حتى هي مغربية. حنا من انت اللي علمتيها تخرج تقول ديك الهضره، انت اللي تقول لها الشرشمي فاش كانت معاك، انت اللي تقول لها غير خسري الهضره وتطلع لك القناه. على حنايا حنا راه نساء مغربيات هادو، ما راه خصك انت منين شتيها تتخسر في الهضره. ملي كانت معاك ما تبارطاجيهاش وقول لها ما تخسريش الهضره، كون راه ما تعلماتش تخسر الهضره. ولكن هي منين بدات تتخسر الهضره راه هي بقات، هي ولات في المجموعه ديالنا وبقات تتخسر الهضره. الله يهديها، تنقولوا لك الله يهديك. حنا راه ما متفقينش معك على هاد الخسره الهضره، لانك مراه مغربيه محسوبه من الدوله الاسلاميه. اللي حنايا ما تنبغيوش هاد الخسره الهضره. هذا هو الفيديو ديالي، خليتكم على خير والله يحفظكم يا رب العالمين. بغيت غير نخرج فرحانه الايوب اللي ما لقاش داك المرض اللي كان خايف منه الام ديالو، والله يشافيها يا رب العالمين. وبسلام عليكم.